السلام عليكم، معكم مستر يحيى عبد العاطي من قناة يحيى أكاديمي. هنفك عقدة الإنجليزي، هنحل مع بعض يا حبايبي النهاردة إن شاء الله امتحان الغربية. امتحان سهل جدا ولذيذ ومفيهوش أي مشاكل على الإطلاق. أول سؤال معانا يا حبايبي الديالوج سهل جدا ولذيذ، وقلنا فكرته قبل كده مليون مرة، وأصلا أغلبه يس ونو. هتشوف دلوقتي. بيقولك رانا and سما are talking about a story. رانا وسما بيتكلموا عن قصة. What are you busy doing? انت مشغولة في ايه؟ I'm reading a story. بقرأ قصة. رنا سألت سؤال It's about. قلت لك 50,000 مرة في الفيديوهات بتاعتي لما تلاقي it is about وانت مغمض what والمقص. What is it about? What is it about؟ هي يعني ايه؟ هتلاقيها عن أرنب بيحكي قصة عن حياته. فهي اندهشت شوية، هي الحيوانات بتتكلم؟ فقالت لها no animals can't walk but this is only a story. مش بيتكلموا بس دي قصة. فهنا هعمل المقص can animals talk. can animals talk. بعد كده did that rabbit live alone؟ هو الأرنب ده بيعيش لوحده أو لأ؟ طب كمل كده this means he has a family. ده معناه إن هو إيه؟ عنده عيلة. يبقى no it didn't. بعد كده did the story end happily for the rabbit؟ هل القصة نهايتها كانت سعيدة بالنسبة للأرنب؟ أو لأ؟ برضو انزل كده I think it's an exciting story. أعتقد إن هي إيه؟ قصة مثيرة أو رائعة. إذا النهاية كانت كويسة. Yes it did. بعد كده Can I borrow this story to read؟ طب ممكن أستعير منك القصة دي؟ Yes you can. خدت بالك كله yes ونو. ربنا يبارك له بجد اللي عمل الديالوج ده أو الامتحان عموما. بعد كده يا حبايبي سؤال ملء الفراغات. save weather change find see found. لو ركزت فين الجرامر يا مستر؟ هنا finds و found، اخد واحدة واسيب واحدة. اوكي طيب sea grass اللي هو العشب البحري is very important. It's not in the sea along the coast of many countries. يوجد في البحر. يعني يوجد طبعا found عشان مبنية المجهول is found. A lot of not animals feed on it. حيوانات ايه؟ طبعا sea animals الحيوانات البحرية. Baby fish live in sea grass because it's a not place. طبعا بيعيشوا فيه عشان هو مكان ايه؟ ممتاز. safe place مكان آمن. واخر حاجة خالص بيقول لك that's why it can help stop climate ايه؟ طبعا change اللي هو تغير المناخ. بعد كده يا حبايبي سؤال القطعة الكبيرة بيتكلم عن اتنين باسم واحمد اصدقاء بيقضوا معظم وقتهم في استخدام التليفون المحمول، ودايما بيحبوا يجربوا تطبيقات جديدة. اوكي في يوم من الايام جات لهم رسالة من شخص غريب بيطلب منهم بعض معلوماتهم الشخصية، وبيقول لهم ان ده هيكون مهم جدا عشان التطبيق الجديد اللي هو هيعمله. اوكي وكمان بيقول لك ايه؟ بص كده في السطر الثالث he said it was a wonderful one. هو قال ان هو هيكون ايه؟ واحد رائع جدا. اللي هو مين؟ ارجع كده الجملة اللي قبلها a new app اللي هو التطبيق الجديد هيكون رائع جدا. اذا انت تعود على a new app. اوكي كمان بيقول لهم ان هم ممكن لما يساعدوه في الحاجة دي هو ممكن يديلهم التطبيق ده ايه؟ بشكل مجاني. بيغريهم يعني. اوكي هم اعتقدوا ان ده مش حاجة خطيرة يعني، خلاص فدوه معلوماتهم. بعد كده اكتشفوا ان هو قدر يحصل على كل المعلومات اللي على تليفوناتهم. ومش بس كده كمان الشخص الغريب ده stopped sending them any message. خلاص بطل يبعت لهم اي رسائل. بيقول لك they forgot about it. خلاص نسيوه، قالوا مش مشكلة. تمام ومع ذلك however بعت لهم بعد كده رسالة بيقول لهم ان هو يقدر يتحكم في موبايلاتهم. مش بس كده he asked for money. طلب منهم فلوس or he would hurt them والا هيؤذيهم. ده بين قوسين كده ابتزاز. اوكي طبعا ما كانوش عارفين هم هيعملوا ايه، ولكن واحد صاحبهم اسمه كريم نصحهم ان هم يبلغوا ايه؟ الشرطة. وطبعا الشرطة تتبعت الموبايل بتاع الشخص الغريب ده وقاولت عليه. وفي النهاية بيقول لك they decided to warn all their friends about how to keep safe online. هم قرروا ان هم يحذروا كل اصحابهم عن ازاي يكونوا امنين عبر الانترنت. السؤال الاول The stranger stopped sending messages getting their information. بيقول لك الشخص الغريب ده بطل يبعت لهم رسائل طبعا بعد ما خد المعلومات اللي هو عايزها after. تعود على مين؟ قلنا اب. نمبر 3
The friends got worried when the stranger. طبعا قلقوا لما الشخص الغريب ده ماله. هل لما توقف عن الكلام؟ لا، لان انت لو جبت في السطر الرابع من تحت بيقول لك هما they forgot about it، لما هو بطل يكلمهم نسيوه خلاص. هما بدأ يقلقوا لما كلمهم وطلب منهم فلوس والا هيؤذيهم، فهتبقى be asked for money. بعد كده what the main idea of the passage؟ ايه الفكرة الرئيسية للقطعة، والقطعة بتتكلم عن ايه؟ how to be safe online، صح. don't trust anyone you don't know online، برضو صح. don't give any information for anyone you don't know، برضو صح. why did the two friends agree to send their information to someone they didn't know؟ اللي وافقوا ان هم يبعتوا معلوماتهم لشخص هم مش عارفينه. قال لك يعتبر سببين في القطعة، لو قلت واحد منهم صح لو قلت الاتنين صح. أول حاجة they send their information to him because they think that it's not dangerous، هم اعتقدوا ان ده حاجة مش خطيرة يعني. and he promised them to give them this app free، وعدهم ان هم هيديلهم التطبيق ده مجانا. Number 3 do you think باسم and أحمد were right to talk to the stranger؟ why؟ هل تعتقد ان أحمد وباسم كانوا محقين ان هم يتكلموا مع شخص غريب؟ طبعا الإجابة الأصح because they don't know him، دي واحدة. because he asked them for their personal information، عشان طلب منهم معلومات شخصية، برضو صح. because he may hurt them، ممكن يأذيهم، برضو صح. بعد كده الاختيارات يا حبايبي. a person who travels into space is called، ركزنا عليها 13 مليون ألف مرة وجت حوالي في 5-6 امتحانات لحد دلوقتي. an astronaut اللي هو رائد الفضاء. ايه اللي معناها again؟ برضو قلناها ري اللي هي again. a group of animals or plants، قلنا نركز عليها عشان الحروف. طبعا species اللي هي الأولى. the moon نقط the earth once every 27 days، طبعا orbits يدور حوله. number 5 after the rain the streets were wet، عكس wet dry. water comes from the roof to the ground floor through a pipe، بيقولك المية تيجي من السقف للدور الأرضي خلال ماسورة. الكومبليت يا حبايبي this book write years ago، طبعا ago هنا ماضي by a famous writer، فهتكون مجهول. اوكي إذا was written كتب. my brother asks me to stop running on the grass، طبعا stop من ضمن الحاجات اللي بيجي بعدها ing او to والمصدر. الفرق بينهم بسرعه عشان عارف ان في ناس في الكومنتس ممكن تقول لي يا مستر طب انا كتبت تو المصدر. للاسف تو المصدر اتحسب غلط. ليه؟ اقول لك. هنا بقول لك اخويا طلب مني ان انا اتوقف عن الجري على الجراس، معناها ان انا بجري بالفعل عايزني اتوقف نهائيا، فهتكون ing running. طب حد يا مستر كتب running من غير ما يضاعف الان، المفروض اكتب run ing دبل ان يعني. كتبت ان واحده مش مشكله، بس الاهم ان انت تكتب ing. اما يا مستر لو انت عملت تو run معناها ان اخويا طلب مني ان اقف عشان اجري على العشب، وطبعا ده كلام غير منطقي. اذا الصح ing. number 3 if he studied well he gets better marks، طبعا studied ماضي بسيط فهتكون. number 4 he published his book until he printed it، طبعا الجمله دي هيكون فيها جدال شويه، ممكن احنا ننهي الجدال بكلمتين. طبعا احنا عارفين ان until بيجي بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط منفي. طب يا مستر هنا بعدها ماضي بسيط، هقول لك ان ينفع يجي الماضي البسيط مكان الماضي التام بين قوسين في حالة عدم وجود فارق زمني بينهما، يعني الاتنين حصلوا ورا بعض بدون فاصل زمني كبير. فهنا بقول هو ما نشرش كتابه لحد ما طبعه، معناها ان اول ما طبعه اتنشر على طول، فطبعا هتكون هنا رقم 4 didn't publish ماضي بسيط منفي didn't publish. اوكي. number 5 they said that their team win the match the day before، طبعا هنا the day before اصلها yesterday، طبعا ممكن win نخليها won won ماضي بسيط، وممكن تخليها ماضي تام had won، الاتنين صح. الباراجراف بعد كده يا حبايبي ريفيو عن كيف تكون الحياة في المستقبل، هتتكلم عن الحياة في المستقبل باستخدام قاعدة will و will be able to. في النهاية يا حبايبي يا رب تكونوا استفدتوا من حل امتحان النهاردة ومن قناتنا بوجه عام.
لازم لو انت مش عامل اشتراك للقناة اعمل اشتراك للقناة، عشان في الاجازة ان شاء الله هيكون عندنا شوية فيديوهات ان شاء الله يدخلوك ثانوي وانت مقفل الانجليزي، وكمان عشان نتابع مع بعض في اولى ثانوي العام المقبل ان شاء الله. يا ريت كمان تشير القناة لكل اصحابك. عايزين قناة يحيى اكاديمي تصل لجميع محافظات الجمهورية حتى نصل للعالمية. اي سؤال في الانجليزي في اي وقت اكتبه في القناة وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت. اللهم علما ينتفع به، واشوفكم دايما يا حبايبي متفوقين ومتفوقات وفي اعلى المناصب والدرجات. في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.